السوليد ووركس بالأساس هو برنامج كاد أو كمبيوتر ايدد ديزاين من إنتاج شركة داسو سيستمز. لما كنا بنحب نشتغل في كام انفايرومنت في السوليد ووركس، راحت شركة داسو سيستمز تعاقدت مع شركة كام ووركس بحيث يبقى في إمكانية إن أنا أستفاد من الكام ووركس في السوليد ووركس. فكان بيظهر عندي بيلت إن أيكون في السوليد ووركس اسمها الكام ووركس، من خلالها كنا بنقدر نشتغل في كام انفايرومنت خلال السوليد ووركس. فكان الكام في السوليد ووركس كان جزء منفصل عنه لابد نثبته من الخارج، زي اللوجو بريس مثلا لما نحتاج نشتغل في اسطمبات صاج. بعد فترة ابتداء من 2018 شركة داسو سيستمز تعاقدت مع شركة كام ووركس بحيث يبقى التول دي أو الادن دي باي ديفولت موجودة مع برنامج السوليد ووركس. وده أدى لظهور برنامج السوليد ووركس كام كباكج منفصلة لا علاقة لها بالكام ووركس، ولكن هي مبنية في الأساس على الكام ووركس. فده باختصار رحلة حياة السوليد ووركس كام. في البداية خالص السوليد ووركس عندي كان برنامج كاد منفصل، ولما كنا بنحب نشتغل في كام انفايرومنت كنا بنثبت ادن من الكام ووركس. بعد فترة ابتداء من 2018 شركة داس سيستمز تعاقدت مع شركة كام ووركس لإنتاج نسخة جديدة من برنامج السوليد ووركس كام مبنية في الأساس على برنامج الكام ووركس، بحيث تكون موجودة بشكل أساسي في برنامج السوليد ووركس سواء ستاندرد أو بروفيشنال.